اهلا بيكم في حلقه جديده من ناصح وعارف. انا ناصح وهو عارف جاي كمان شويه. انت حرانه ولا بردانه؟ ما انا مش هينفع انا ابقى عارف، هتردي على الاسئله الجايه كلها بقى. ماشي؟ انت بتحبي القرايه يا بتول؟ شويه. بتعرف تقرا يعني؟ مش قوي. بتقري ايه؟ قصص انجلش. بقرا الكتاب المقدس، بحاول. كتب ايه يعني؟ كتب فلسفه، كتب علم نفس، كتب ايه؟ انجيل. قصص قد كده، قد كده دي اللي هي قد ايه؟ كام صفحه يعني؟ صغيره، قول صفحتين 3. هل انت شخص فضولي؟ ولا لا؟ ما تنكرش. يعني ايه فضول؟ يعني تحب تعرف كل حاجه جواها ايه؟ ده انا عارفه يعني ايه فضوليه؟ يعني مبسوطه. يعني انت شخصيه مبسوطه ولا فضوليه؟ بتحبي تعرفي كل حاجه؟ ليه بتحبي تعرفي كل حاجه؟ عادي. ما خدي ودي معايا بشكل ودي كده. مش فاهمه. فضولي ولا مش فضولي؟ فضول. حلو، بما ان انت انسان فضولي، ليه الرب يسوع اتجسد واتولد هنا على الارض؟ علشان يعلم الناس اللي كانوا بعيدة عن ربنا ويوريهم بعينيهم كل المعجزات والحاجات يعني اللي هم كانوا فاكرينها خرافات ويؤمنوا بيه ويتصلب على الصليب. مريم العذراء ويوسف النجار كانوا في كوكب الارض مش في كوكب المريخ. طبعا اجابه منطقيه جدا، والمواصلات صعبه. عشان احنا اتولدنا من الارض. احنا من الارض كلنا. ومين اللي عمل الارض دي؟ ربنا. لانه مش زينا. طب وليه على الارض؟ مش ممكن يبقى في المريخ؟ عارفه المريخ اللي بيركبوا له من هنا صاروخ؟ ليه مش على المريخ؟ لا، هو مش زينا عشان يركب المريخ ويمشي. عشان يفدينا، عشان هو كان عنده خطة الفداء عشان يفدينا. معنى كده ان انت عارفه ما هو التجسد. ايه هو التجسد؟ ان ربنا اتجسد على صورة انسان، وهو لما اتجسد على صورة انسان دي كانت خطته للفداء. واحد بيخش اوضه التاني ويتجسس عليه. بيتجسس؟ لا، التانية يتجسد بقى، غير يتجسس. هو نسمع حاجه مش المفروض نسمعها. يعني ميت. ربنا اتجسد على شكل بني ادم. ايه اللي اتجسد ونزل على الارض؟ ايه التجسد ده؟ ايه التجسد ده؟ انا بقول انا بسالك. وانا بسألك. يبقى احنا مش عارفين الاجابه. يبقى ناخد السؤال اللي بعده. ما كانش في طريقه تانية الرب يسوع ينزل بيها على الارض غير التجسد اللي انت مش عارفه؟ اللي هو ينزل على طول من غير ما يتولد في بطن الارض. مش عارف. حلو قوي ده، يعني اجابه جميله. لا، في ايه سحاب، ميه، شمس. ايه دي دي؟ مش في طريقة تانية ان هو يتجسد بيها غير اللي هو يبقى بني ادم. مش عارف، هو مش زينا اصلا. امال هو ازاي؟ تقدري توصفه لي كده؟ هو جماله مش زينا ولا بيقرا في الكتاب المقدس قدنا. اظن يعني ممكن كان يتولد من واحدة متجوزة عادي، او يتولد في بيت، يعني مش لازم في قصر ومش لازم في مزود، ممكن يكون انسان عادي. طب السؤال المتكرر دائما هو وقت الكريسماس بتاع مين؟ بتاع الله. هو يسوع، هو اتولد. هديك اختيارات: بابا نويل، الرب يسوع، عباس العقاد. مين؟ هو يسوع. بابا يسوع مش بابا نويل. الرب يسوع. بايه بقى؟ بميلاده ولا بقيامته؟ لا، بميلاده. بابا يسوع، ميلاد بابا يسوع. بيبقى امتى بقى؟ تعرف الميعاد بالظبط اللي اتولد فيه؟ 1/7. وعشان خاطري 1/6/12 بالليل. خلاص، ولا في افيهات تانية؟ مفيش؟ انت عارف ان عمال ترغي من بدري واسئله كتير قوي. يعني بنحتفل بمين؟ بيسوع. ولا بالله؟ بيسوع هو الله. طيب تعرفي العيد الجاي ده عيد مين؟ هو يسوع. صح. طب ما انت عارفه كل حاجه اهو، امال بتجاوبيش من بدري ليه عليا وسايبيني ساكت؟ ماشي. طب الى اللقاء في حلقه قادمه من ناصح وعارف، وهنشوف مين معانا المره الجايه. تعالوا نعرف مع بعض ليه رب يسوع اتجسد وجه على الارض، ما جاش بطريقه تانية او عمل الفداء بطريقه تانية. في الاول يعني ايه تجسد؟ ببساطه التجسد يعني الله اخذ جسد، جسم زينا. يعني رب يسوع لما اتولد من القديسه عذراء مريم اخذ جسد بشري زينا لكن بلا خطيه، ما فيهوش خطيه. فهو الله بالكامل وانسان بالكامل. طب ليه عمل كده؟ عمل كده عشان كذا سبب. اول واحد عشان يبين لنا محبته. هو عايز يقول ان انا بحبكم، عايز اعرفكم عليا. الانسان لما غلط ما كانش قادر يعرف الله. الانسان لما غلط بعد. لما ادم جدنا سقط في الخطيه واخطا، الله طرده بره الجنه. خلاص ما بقيش في بينه وبين الله علاقه. الرب اتجسد تاني علشان يرجع العلاقه دي ما بيننا. السبب التاني عشان التجسد عشان يكون جرب كل حاجه زينا. الرب يسوع كان بيعطش، قال على الصليب انا عطشان. الرب يسوع بيجوع، في البريه جاع. الرب يسوع بيحتاج ينام ونام في السفينه. الرب يسوع كان جرب كل التجارب اللي زينا، وجرب ان اصحابه يخونوه لما سابوه عند الصليب، وجرب يهوذا لما خانه، جرب الخيانه. يعني ايه واحد صاحبي يخوني؟ جرب مشاعر وحاجات كتيره قوي احنا بنعدي بيها كبشر، لكنه ما جربش الخطيه، هو بلا خطيه. فالرب يسوع لما اتجسد جرب كل الحاجات اللي احنا بنجربها علشان يكون حاسس بينا، وعلشان يقول لنا انا قريب منكم، انا عارف باللي انتوا بتعدوا بيه، انا عارف بظروفك الصعبه لان عديت في حاجات شبهها قبل كده. السبب الثالث للتجسد انه يدينا مثال، نشوف ازاي رب يسوع عاش على الارض.
ازاي رب يسوع اتعامل مع الناس اللي بتكرهه، ازاي رب يسوع اتعامل مع الناس اللي مليانه غضب، ازاي اتعامل مع الناس الفقيره، الناس المهمشه، الناس اللي كل الناس بتتريق عليها، ازاي رب يسوع اتعامل باحترام مع مامته، ازاي رب يسوع اتعامل باحترام مع الكهنه ورؤساء الكهنه في الهيكل، ازاي رب يسوع لما لقى حاجه غلط غضب في الهيكل وقال لهم ان بيتي بيت الصلاه يدعى. الرب يسوع ادانا مثال على الارض، ليه؟ علشان نعيش زيه. كل مره تحتار في موقف اتصرف ازاي، اسال نفسك سؤال، لو الرب يسوع كان عايش على الارض كان هيتصرف ازاي؟ هتلاقي المثال والاكزامبل اللي المفروض تمشي وراه. يبقى الرب يسوع اتجسد ليه؟ اتجسد عشان يبين محبته ويرجع العلاقه اللي بيننا بالفداء. لما مات على الصليب اصبح لينا امكانيه ان احنا نصلي ونكلم الله ونقرب منه، قبل كده ما كانش ينفع. الرب يسوع اتجسد عشان يكون مجرب كل حاجه زينا ويقول لنا انا حاسس بيكم، انا عديت بكل الحاجات اللي انتوا عديتوا بيها ما عدا الخطيه. الرب يسوع كمان اتجسد علشان يسيب لنا مثال نعيش زيه ونعمل تصرفات زي الرب يسوع كان بيعملها على الارض. احنا النهارده جايين نحتفل بالرب يسوع اللي اتجسد علشان بيحبنا وعشان يدينا مثال وعشان يقول لنا انا حاسس بيكم وعارف ان انتوا بتعدوا بيه. احنا النهارده جايين نحتفل بميلاد الرب يسوع. ميري كريسماس.